يا جماعة الخشونة المتقدمة في مفصل الفخذ أو الحوض أو أي مفصل تاني علاجها جراحي، ملهاش ولا أدوية ولا حقن. بيجي لنا ناس عندها خشونة متقدمة جدا ومحتاجة عملية تغيير مفصل وخايف من العملية، اللي هو الطبيعي. أي بني آدم طبيعي هيبقى لو قلت له ممكن تاخد قرص وممكن تعمل عملية هينقي إنه ياخد قرص، ده الطبيعي. فإن العين يبقى خايف من العملية دي حاجة طبيعية جدا 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 جدا. لكن الخشونة المتقدمة ملهاش علاج. بيجي لي عينين عندهم خشونة متقدمة مش قادرين خلاص يمشوا، ويقول لي طب ما نجرب حقن البلازما، طب ما نجرب حقن الخلايا الجذعيه، طب ما نجرب حقن الجيلاتين. الحاجات دي يا جماعه ما بتنفعش. هي الحقن دي رايحه للسطح اللي اتاكل. الخشونه المتقدمه يعني السطح الابيض، القرقوشه دي اتاكلت ما بقتش موجوده، والحقن اللي احنا مديها دي بتروح للقرقوشه البيضاء. فلو هي القرقوشه البيضاء دي مش موجوده الحقن دي هتروح لمين؟ ده كلام فارغ. احنا الحاجات اللي ممكن نستعملها بتبقى ان احنا لو العين كبير قوي نديله حقنه كورتيزون او ندي مسكن زي الباراسيتامول او البنادول ودهانات. دي الحاجه الوحيده. غير كده العلاج بيبقى عمليه جراحيه. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام ومتخصص في تغيير المفاصل.